ازيكم؟ معاكم أدري. فولو، اكسبلور، شير عشان يجينا كل جديد. ولو متابع على اليوتيوب لايك شير سبسكرايب عشان وفعل الجرس عشان يجينا كل جديد برضه. طيب، جمهور الزمالك والاسماعيلي مباراة امبارح، انا مش فاهم بصراحة. يعني الماتش بدأ جمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي بيحيوا بعض والدنيا كانت ماشية حلوة تمام. مرة واحدة جمهور الاسماعيلي قرر يطلع التيفو او ايا كان المسمى بتاعه والدخلة بتاعته، يهاجم الزمالك وجمهور الزمالك. ايه السبب؟ محدش عارف. يعني ايه اللي عمل كده؟ محدش عارف. طب احنا ما بنصدق ان احنا ناخد خطوة قدام وان الجهات الامنية سرحت وزودت عدد الجماهير، واحنا قاعدين طول الوقت بنقول يا جماعة يا جماعة احنا عايزين الجمهور يبقى كامل عدد، ده العالم كله يبقى كامل عدد، واحنا خلاص تعبنا من ده. احنا بنروح في اي حتة، اللعيبة دلوقتي بتروح في اي استاد بتلاقي الاستاد كامل العدد، فده بيعمل مشاكل عند اللعيبة. احنا نفسنا نرجع زي ما كان بس لا ينفع. احنا في مصر، العقلية بتاعتنا مختلفة. كل ما ناخد خطوة لقدام الجمهور رجعنا 10 لورا. ايه سر الهجوم؟ محدش عارف. يعني بصراحة فعلا محدش عارف. يعني هنقول مثلا الجمهور الاهلي والاسماعيلي دايما في مشاكل، ماشي، يعني في مشاكل ومناوشات بتحصل، ماشي، اهلي ومصري اكيد، وانا شخصيا بتمنى ان ده يخلص، بس يعني الله اعلم هتتعدل ولا لأ، بس يعني انما الزمالك والاسماعيلي ده معظم الوقت الاسماعيلي والزمالك يقول لك احنا اولاد العم هو في ايه؟ هو في ايه؟ من فترة برضو قريبة الاسماعيلي والمصري كان في برج العرب تقريبا الماتش، نفس المشكلة وخناقات ما بنتكلمش طبعا عن كل الجمهور، بس ليه اللي بيحصل ده؟ بس دخلت امبارح بتاعت الاسماعيلي واللي عملوه امبارح، لا هو مش قطاع صغير، لان البانر اللي بيتشد دوت ما بيتشدش فوق واحد ولا اتنين. يعني ماتش الاسماعيلي والمصري خناقات بعد بعض مع يعني من جزء صغير من الجماهير بعد الماتش، دي قصة تانية. انما في ده الدخلة اللي اتعملت والبانر اللي اتشد ده ناس كتيرة جدا مرتبة لده. طب واحنا مش عايزين نرجع للاستاد كامل العمل كامل العدد؟ مش عايزين الاسماعيلي يفضل يلعب في استاده؟ مش عايزين؟ مش يعني انا مش فاهم بصراحة. احنا ليه كل ما نيجي نطلع خطوة لقدام نرجع 10 لورا بسبب عقلية الجماهير المتخلفة؟ ليه؟ وفي الاخر ده بيدور المنتخب. يعني انت كأندية لما اللعيبة متعودش على الضغط الجماهيري وبتنزل مع المنتخب مثلا او مع الفرق بتاعتها في افريقيا، سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية، ويلاقوا الاستادات كاملة العدد، اللعيبة بتاعتنا مبقتش متعودة على ده، مش متعودين على ده. فايه الهدف؟ يعني كسبنا ايه بقى؟ يعني ايه المستفاد من اللي حصل امبارح؟ ولا حاجة. طب ايه النتائج اللي هتحصل؟ الجهات الأمنية ممكن تقرر تاني لا، قلل يا عم العدد ده، مش عايزين وجع دماغ. ربنا يهدي ويصلح الحال، بس يعني اللي بيحصل ده مش في صالح حد، مش في صالح اي حد. واحنا اللي هنرجع ندفع الحساب تاني والفاتورة تاني، ان مفيش متعة. استاد فاضي، انت قاعد بتلعب في مدينة الاشباح، مفيش اي متعة. كورة من غير جماهير مفيهاش اي متعة. بس كده.